السلام عليكم، فيديو جديد ووصفة جديدة. نتمنى ان شاء الله تلقاكم بخير وعلى خير واحوالكم طيبة. اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم باستيشيو اللي قدمت لكم في ميد راديو بلا ماريناد. لا ماريناد ديال الدجاج، يعني اللي كتمشي مع كل شيء. نقدروا نوجدوا بها دي غراتان، دي ساندويتش. مهم هذا الفيديو عامر اسرار وعامر افكار. غادي نعطيو البيشاميل، السر ديال البيشاميل بلا زبده وكتجي خفيفه ومعلكه. وغادي نعطيو السر ديال الباستيشيو كيفاش كيجينا كي بحال هكا معلك. غادي نعطيكم حتى الفريت في الفران وكيفاش طيب لكم الزوينه بحال ديك لاستيوس اللي عطيتكم في الراديو. وهكا كتجيكم الفريت ما كتكونش معوده، كتجي زوينه بزاف. تبعوا معايا شوفوا المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه غادي نبداو بها هي غادي نشرملو الدجاج ديالنا. الدجاج من الاحسن اننا نقطعوه طريفات صغار. كنضيفوا ليه سكينجبير، الابزار والملحه والمطارد. المقادير مضبوطين غادي نخليهم لكم مكتوبين تحت الفيديو. هذه هي لا ماريناد كيف قلت لكم اللي كتمشي مع كل شيء. ممكن ديروها لي غراتا، ممكن ديروها ساندويتشات، يعني كتزيدي غير اضافات قلال بعض التوابل وكتمشي لك في نكهه مختلفه على اولا النكهه اللي بغيتي. يعني كيف قلت لكم ماريناد وحده نقدروا نخرجوا منها حتى الخمسه ديال النكهات. غادي نضيف اولا ضفت الكريم فريش. كنضيفو تقريبا نص كاس ديال الكريم فريش في نص كيلو ديال الدجاج. انا هنا راهي حيت باقي عندي هاد الماغيناد في الكونجيلاتور، اما كنصاوبها بكميه كثيره وكنخليها عندي. كيف قلت لكم كنجبدها كنضيف ليها التابل اللي بغيت. مثلا نضيف ليها توابل الشاورما غادي تعطيني شاورما، غادي نضيف لها توابل تاكوس غادي تعطيني تاكوس، غادي نضيف لها توابل الدجاج مقلي غادي تعطيني ديك غاطان. نتمنى تكون مفهومه الفكره اللي بغيت نوصل لكم. كنخليوها حتى كترقد مزيان في هاد لا ماريناد غير في الثلاجه. ما نديروهاش دابا في المجمد، كنخليوها في الثلاجه كتبات اولا كتضل حتى كتشرب مزيان داك القوام اللي درنا فيها. عاد باش نديروها في لي باركيط ونوضعوها في المجمد. دابا غادي ندوزو باش نوجدو الباستيشيو ديالنا. اول حاجه كنديرها هي كندير بطاطا في الفران. والسر ديال البطاطا كيف قلت لكم هو كناخذوا ورق الطهي كنكمشوه مزيان بيدينا كي بحال هكا وكنفزقوه بالماء، كنفزقوه بالماء مزيان. عاد باش كنجيو نغطيو به الفريت كناخذ اللاطه ديال الفران، درت فيها تقريبا 2 معالق كبار ديال الزيت وكنوضع الفريت كنقطعوه عادي بحال كيف كنقطعوا الفريت. كنديروا ليه شويه ديال الملحه وكنغطيوه بهذاك ورق الطهي اللي كمشناه وفزقناه مزيان. هاد العمليه هادي كتخلي لينا الفريت كيجي طايب مزيان وكانه مقلي في الزيت. حيت فاش كندخلوا الفريت نيشان للفران بلا ما كنغطيوه بهذه الطريقه بحال هكا، كيخرج لينا بحال اللي مقروش، ما كيبقاش طري من الداخل اولا كنلقاوه بحال اللي ما طايبش من الداخل. هنا شوفوا معايا راه كندخلوا غير 10 دقائق. شوفوا بطاطا كيفاش كتكون طايبه مزيان. كنعريو عليها كنحيدوا داك البابي كويسون اولا ورق الطهي وكنخليوها في الفران على درجه حراره 180. من الاحسن الا كانت المروحه اولا الفرفره ديال الفران هكا كيجينا مقرمش وكيطيب كله في نيفو واحد. كيجي غزال بزاف بالنسبه للشكل ديالو. راه ما كيجيش بحال الفريت اللي كيكون مقلي في الزيت من طبيعه الحال، ولكن نفس المذاق ونفس التقرميشه. فاش كنبغي ندير انا دي غراتان كي بحال هكا كنفضل انني ما نقليش كاع الفريت باش ما كيجيش داكشي ثقيل بالزيت بزاف. دابا غادي ندوزو باش نشحرو الدجاج ديالنا. خديت مقيله درت فيها غير شويه ديال الزيت، ممكن نضيفو حتى معلقه كبيره ديال الزبده. وغادي نضيفو الدجاج اللي شرملناه. بالنسبه للعافيه كيخصها تكون مجهده بزاف باش هاد الدجاج هذا ما يطلقش لينا داك الماء ديالو وينشف لينا، حيت مازال باقي تابعو الفران باش يتغاتينا في الفران. هنا ضفت عليه معلقه صغيره من توابل التاكوس. راهم كيتباعوا الناس اللي كيبيعوا العطريه ومستلزمات الحلويات، كيجيو رائعين في هاد الكغاتان هذا. كنشحروا الدجاج مزيان مع ديك التوابل اللي ضفنا ليه. وضفت ليه شاركوتري او لا دان فيمي، باكيه ديال لا دان فيمي كنقطعو رقيق كي بحال هكا وكنحاول نشحرو مزيان مع هاد الدجاج باش كيطلق ليا ديك النسمه ديالو. خديت البطاطا درتها في دي غامكا، كندير الدجاج كي بحال هكا فوق منها وندوزو باش نوجدو لاصوص بيشاميل. بالنسبه لصوص بيشاميل كيف قلت لكم غادي نعطيها لكم خفيفه، وهذه هي البيشاميل باش كيخدموا السناكات. راه ما كيديروهاش بالزبده نهائيا، واخا ان البيشاميل يعني ضروري الوصفه الاصليه كتكون فيها الزبده والدقيق، ولكن غير جربوا هذه راه كتجي غزاله بزاف. خديت 2 كيسان ديال الحليب كيف شفتوا معايا درتهم في المقله كيسخنوا. وهنا خديت معلقه كبيره ديال الدقيق كندير معاها 3 المعالق كبار ديال الزيت. هذه هي البيشاميل اللي تقاسمت معكم في الفيديو اللي قبل.
ديجا جربوها الأخوات عجباتهم بزاف فعلًا كتعطي نتيجة غزالة. كنضيفوا 3 المعالق كبار ديال الزيت مع معلقة ديال الدقيق وكنحركوهم مزيان على هاد الشكل هذا حتى ما كيبقاوش عندنا الكويرات في الدقيق. هاد الطريقة هادي ما كتخافوا من البيشاميل لا تكور لا تعجن لا حتى شي حاجة، وكتجي خفيفة حتى المذاق ديالها كيجي خفيف. ماشي ديك البيشاميل اللي كتكون ثقيلة وكتقهم، حيت راه في الصراحة لي غراتان إلا درنا فيهم البيشاميل ثقيلة بزاف كيجيو معجنين ماشي معلكين. نخلطو كي بحال هكا داك الحليب من بعد ما كيكون سخن واحد شويه، كنضيفوا ليه هذاك الدقيق مع الزيت اللي خلطناهم، وكنبقاو كنحركوا فوق عافيه مهيله باش نعطيو الوقت للدقيق يطيب على خاطرو باش ما يبقاش عندنا خضر. كنخليوه حتى يعقد لينا كي بحال هكا. غادي نضيفوا ليه حكه ديال الكوزه، شويه ديال المليحه وشويه ديال الابزار. في هذه المرحله هذه ممكن تضيفوا الفخوماج، سوا فرماج لي دام سوا مثلثات الفرماج او لا فرماج محكوك. بصراحه انا ما كنديروش، علاش؟ حيت مازال غادي ندير الفرماج في الوجه ديال الكراطا. داكشي علاش كنخلي البيشاميل غير كي بحال هكا، بغيتها تبقى ليا خفيفه كيف قلت لكم، وراها كتعطي تعليكه غزاله بزاف. نتمنى فعلا انكم تجربوا هذا البيشاميل، راه غادي تولي معتمده عندكم. كنبقى كنحرك كي بحال هكا غير حتى كتنسجم ليا ديك العناصر ديك الكوزه والابزار، ونجي نخويها فوق الباستيشيو كي بحال هكا، وندير فوق منه الفرماج، فرماج محكوك سوا حمر او موتزاريل. انا كناخذ هذيك الموتزاريل بالمذاق ديال الادام، هكذا كتعطينا ديك التعليكه او ميم طون كتعطينا المذاق ديال الفرماج حمر. كن ندير القياس ديال الفرماج اللي بغيت، ما كيحتاجش اصلا كاع كميه كبيره. وفاش كتكون البيشاميل كي بحال هكا خفيفه، راه كتعطينا اللون الزوين للكغطان في الوجه ديالو. ولو اننا نكونوا دايرين غير شويه من الفرماج، ما كتعطينا داك اللوين مذهب. هانتوما غادي تشوفوه معايا. بالنسبه للفران كيكون شاعل على درجه حراره 180، شاعل من التحت ومن الفوق، غير باش كيتنسموا لينا اولا كينسجموا لينا المكونات مع بعضياتهم، وكيتحمر عندنا الكغطان من الفوق. وهانتوما غادي تشوفوا معايا كيفاش كيجي في الشكل ديالو. كيجي رائع بزاف، تماما بحال المذاق ديال الباستيشو اللي كناخذو في المطاعم. وماشي اي مطاعم، ديك المطاعم اللي كيصرعوا الباستيشو، حيت كاينين بعض السناكات راه ما مذاق ما والو. كتاكلي الباستيشيو بحال اللي كتاكلي غير، كتحسي بديك البطاطا مقليه بزاف وفيها الزيت كتير، وداك البيشاميل معجنه كيف قلت لكم ماشي معلكه كيكون في الشكل. ولكن الا درتوه بهذه الطريقه كونوا اكيدين غادي يولي معتمد عندكم، وليداتكم غادي يحماقوا عليه. وهكا نتمنى ان الوصفه تكون نالت اعجابكم، ونتلاقاكم في فيديو جديد ان شاء الله. غادي نكمل معكم سلسله الوصفات اللي قدمت لكم في ميد راديو. كنت حطيت لكم غير تسجيل، ولكن غادي نبقى نحط لكم كل وصفه بوحديتها مصوره كي بحال هكا، باش هكذا حتى الاخوات يكون عندهم كل شيء مفهوم. وبغيت نرحب بالاخوات جداد وصحاباتي الزوينات اللي معايا من ديما، كنقول لكم لا يخطيكم عليا. نتمنى ان الفيديو تكون نالت اعجابكم. نتلاقاكم على خير في وصفه جديده ان شاء الله. ما تنسوش لايك وبارطاج الفيديو. الى اللقاء.